رحلتنا في لعبة الوشوش بتوصل لمحطتها الأخيرة. بس الهدف الحقيقي ما كانش إننا نخاف من الناس أو ننعزل عنهم. الهدف هو الوعي بإننا مختلفين، وإن الاختلاف ده هو ضرورة لاستمرار الحياة. زي ما ربنا بيقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة التدافع دي يا سادة هي اللي بتخلينا نطور رادار الوعي عندنا. ربنا خلقنا أنماط، فينا زي الأستاذ عماد بطيبته، وفي زي الأستاذ يحيى بدقته، وفي كمان المتلاعب بوشوشه الكتير. الصراع ده مش عشان نكره بعض، ده عشان نتدافع، عشان الطيب يتعلم يرسم حدود، والذكي يتعلم يحمي عقله، والقائد يتعلم امتى يلبس الدرع ويمسك السيف. بسرعة هستعرض بعض الثغرات اللي المتلاعب كان بيدخل منها. لو انت زي الأستاذ عماد، يعني النمط الأخضر، ثغرتك كانت الجدعنة المطلقة. دفاعك هو حط الأصول بحدود. أما لو انت زي الأستاذ يحيى اللي كان النمط الأزرق، ثغرتك كانت هوس الكمال والتحليل والأرقام. دفاعك هو الواقعية والثقة. أما لو انت بقى النمط الأحمر أو النمط الأصفر، فضروري تاني ترجع تشوف الحلقات بنفسك. الشخصية القوية هي اللي بتفهم إن التدافع ده هو اللي بيخلينا أقوى. القائد الصح بيعرف يتعامل مع كل الوشوش، بس عينه دايما على الحقيقة. خروجك من رمضان بوعي جديد هو أكبر مكسب، وعيد سعيد عليكم وعلى قلوبكم الواعية الصافية. دي كانت لعبة الوشوش، ودلوقتي السؤال ليك انت: هل بعد كل اللي سمعته لسه شايف ان طيبة قلبك او دقتك الزيادة ميزة، ولا بدأت تدرك انها ممكن تبقى ثغرة المتلاعبين يخشوا منها؟ مستني اجاباتكم في الكومنتس، وكل سنة وانتم طيبين.